مرحبا بكم في تحديث إصدار 2.8 الجديد. لدينا هذه المرة الوضع ذو الطابع الجديد، أرض الزومبي، وتحديثات لعالم العجائب، وتحديثات للوضع الكلاسيكي، وتحديثات للموسم والمزيد. ما الذي تنتظرونه إذن؟ تعالوا لنلقي نظرة تفصيلية عليها. على الجميع الحذر، فالخطر قد وصل إلى أرانجل وليفيك وميرامار. أعداد كبيرة من المتحولين تجول مختبر إيروليث والمناطق الموبوءة المحيطة به، ويختبئ بينهم العديد من المتحولين الأقوياء. إن أردت الصمود حتى النهاية فاحرص على تذكر المعلومات السرية. بناء على ملاحظاتنا، فإن المتحولين يفضلون التجول في مجموعات، لذلك عليك توخي الحذر. بالإضافة إلى ذلك، بفضل المحاكاة الفيزيائية المحدثة ونظام الدمى القماشية، أصبح الشعور بهزيمة المتحولين واقعيا أكثر من أي وقت مضى. عليك الانتباه بالأخص والحذر بشدة من هذين النوعين القويين من الزومبي: المحارب المتوحش والممزق. المحارب المتوحش الكبير يملك ذراعا قوية يمكنه تحويلها إلى سيف حاد أو درع قوي، حيث يغير من أسلوبه في الهجوم حسب شكله. عندما يختار المحارب المتوحش الدرع، فإنه يهاجم بالهجوم العادي، إلى أن هذا الشكل يكشف نقطة ضعفه. يوجد كذلك الممزق الذي يتسم بأنه عدو سريع خفيف الحركة، وأنه يهاجم اللاعبين باستمرار على غرار القاتلين. فعليك الانتباه والحذر من مخالبه القوية وشن هجوم مضاد باستهداف نقطة ضعفه في رأسه. بعد التخلص من الزومبي توجد فرصة للحصول على سلاح متحول. يظهر هذان العنصران أيضا في مختبر إيروليث. تجهز بقفاز الطفرة لتحويل ذراعيك إلى قفازين كبيرين واستخدامهما في توجيه هجمات قوية تلحق الكثير من الضرر ولا يقدر الزومبي على ردها. يمكنك كذلك تجربة الانقضاض الساحق. ابدأ بالشحن ثم القفز في الهواء، وأخيرا اختيار نقطة الهبوط والنزول بسرعة لإلحاق ضرر منطقة كبير. أما نصل الطفرة فإنه يعطيك خفة الحركة، فبعد التجهز به يمكنك تحويل ذراعك إلى نصل قوي لتوجيه هجمات قوية من على مسافة. يمكن لهذه الضربات أن تلحق ضررا كبيرا وأن تتسبب كذلك في صعق الزومبي. وأيضا يمكنك تنفيذ الاندفاع الجامح بالشحن في اتجاه نقطة التصويب والاندفاع لإلحاق كمية محددة من الضرر بالأعداء في طريقك. يمكنك استخدام الاندفاع الجامح كذلك في التنقل بسرعة. في خرائط إيرانجل وليفيك وميرامار يوجد مختبر إيروليث الكبير ومحطات صغيرة. المصدر الرئيسي للعدوى في المختبر هو الإيروليث، وهو جاهز لإخراج المحارب المتوحش الغاضب. يجذب هذا المحارب المتحولين في المختبر لامتصاص وزيادة قوته، فأوقف امتصاص إيروليث لإضعافه واهزم المتوحش الغاضب للحصول على الكثير من الإمدادات الرائعة. بالإضافة إلى ذلك، سيظهر عنصر متقدم في مختبر إيروليث: لوح التزلج المغناطيسي. يمكن لهذا اللوح التحليق على الأرض وكذلك المياه للتنقل بسرعة في أنحاء الخريطة. أسرع وجربه الآن. بالطبع لا يزال مختبر إيروليث يخفي المزيد من الأسرار. مع تقدم المباراة سيبدأ مظهر المختبر والإيروليث في التغير تدريجيا. ما سبب هذا في رأيك؟ احرص على متابعة التغييرات بنفسك. في تحديث واو هذا سنقدم لك طريقة لعب BEV وأنواع عديدة جديدة. ندعو اللاعبين والمبدعين إلى تجربة هذا النموذج. علاوة على ما سبق، حدثنا العديد من الأمور في إدارة التحرير، من بينها جهاز تبديل الشخصيات والعديد من أجهزة طريقة اللعب والعناصر التفاعلية وعناصر الزينة والبناء ونماذج الخرائط. أجرينا كذلك بعض التحسينات على أجهزة طرق اللعب وإعداد معايير اللعبة وخصائص إدارة التحرير، كي نوفر للاعبين والمبدعين على حد سواء تجربة لعب وإبداع أفضل. في تحديثات الوضع الكلاسيكي أضفنا سلاح اشتباك جديد: الخنجر، ويتميز الخنجر برسومات حركة وإمساك وهجوم شديدة، كما يمكنه أن يلحق ضررا إضافيا بالزومبي، وإحساس الهجوم به مرض للغاية. عند مواجهة المحارب المتوحش أو الممزق يمكنك بسرعة إلحاق تأثير صاعق والعمل مع زملائك في الفريق على تحقيق النصر. الخنجر أداة قوية في التخلص من الزومبي، فما الذي تنتظره؟ هيا جربه بنفسك.
سنقدم في نفس الوقت ملحقا تكتيكيا جديدا، أداة البارود التكتيكية. توفر هذه الأداة تجربة مختلفة، فبعد التجهز بها يمكنك إطلاق سهام نارية محملة بالبارود تنفجر بعد فترة قصيرة من إصابة أهدافها. يمكن لهذه أن تكون مفيدة وتعزز قوتك في المعارك على أرض الزومبي. من الإضافات الأخرى، إن AUG سيظهر كسلاح ناري عادي في الخريطة، وسيحل محله فاماس في قائمة أسلحة الإمدادات الجوية، وسيتم تعديل إحصائيات كلا السلاحين لتتناسب مع الوضع الجديد. وبخلافهما، الآن سلاح MK12 متوفر في جميع الخرائط، وتم تعزيز سلاح ACE-32. تحديثات كلاسيكية أخرى. تابع مجتمع PUBG موبايل الرسمي للاطلاع على التحديثات الجديدة، يمكننا إلقاء نظرة عليها معا. وأخيرا، الموسم 14 الجديد من سايكل 5 سيبدأ مع المزيد من مهام الموسم والمكافآت الرائعة. طريقة لعب جديدة تعني تحديات جديدة. تذوق معنا طعم النصر، استكشف أسرار القوى الغريبة. هيا للمزيد من التفاصيل عن تحديث الإصدار يرجى متابعة مجتمع PUBG موبايل الرسمي. حقق النصر واحتفل وارقص. إلى اللقاء في الحلقة القادمة.